السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم المهندس عبد الرحمن بكري من شركة ايفنت ديزاين. النهارده من موقعنا التاني في المنصورة. طبعا بالتحديد في الدراسات، لأن احنا عندنا طبعا في موقع تاني، موقع أولاني في قناة السويس. الحمد لله النهارده شغالين في أعمال السيراميك زي ما انتم شايفين، وانتهينا طبعا من أعمال الجبس البلدي. وطبعا زي ما انتم شايفين طبعا عشان الشقة عندنا هنا كلاسيكية شوية، فاحنا عملنا جبس بلدي عشان نعمل الكورنيش اللي موجوده دي. في كورنيشه موجوده تحت وكورنيشه موجوده فوق، عشان كده عملنا اعمال الجبس البلدي هنا. وبرضو اعمال المصيص لسه هتتسحب، هنكملها ان شاء الله. بس زي ما انتم شايفين دلوقتي احنا شغالين في اعمال السيراميك، وانتهينا برضو من كل السيراميك اللي موجود معانا جوه، ما عدا لسه الريسبشن هو اللي احنا لسه شغالين فيه. زي ما انتم شايفين كده احنا خلصنا اعمال السيراميك في المطبخ الحمد لله. تمام. وطبعا ملحوظه بس صغيره، احنا طبعا انتوا عارفين شغلنا وعارفين نظامنا في موضوع السيراميك بيبقى عامل ازاي. تمام. زي ما انتم شايفين طبعا وعارفين شغلنا، العلب بتاعتنا بتبقى في نهايه البلاطات زي ما انتم شايفين كده بالطريقه دي. تمام. وبنحاول على قد ما نقدر نقفل اللحامات ونسويها ونظبطها مع بعض. برضو في حاجه هنا، البلاطه دي بلاطه مط جميله جدا جدا، بتدي احساس كده مط خشن، فعطى شكل جميل جدا ورائع يعني. عندنا برضو فتحات السباكه برضو بتبقى على القد بالظبط، عشان لما نقفل حواليها باسمنت ابيض بعد كده ميبقاش شكلها وحش. اخر ملحوظه برضو حابب اقولها هنا، طبعا العميل في الشقه هنا كان جايب الاسلاك بتاعته من السعوديه، فاتاخرت علينا شويه. عشان ما نعطلش الدنيا اضطرينا ان احنا طبعا نشغل اعمال السيراميك قبل اعمال سحب السلك في الكهرباء. عشان كده عملنا حاجه اسمها شدادات في كل الخراطيم بتاعه الكهرباء. الشداد ماشي عشان نبقى ضامنين برضو ان الدنيا معانا ماشيه مظبوطه. اعمال الشدادات موجوده زي ما انتم شايفين كده، عشان برضو نبقى ضامنين ان الدنيا سالكه معانا، مفيش اي خرطوم اتنى جنب الشفاط او حاجه زي كده يعني. تمام. طبعا نكمل. احنا عندنا برضو ملحوظه في ناس كتيره جدا بتسال عليها، المنطقه دي منطقه باب المطبخ مع الطرقه. دايما المنطقه دي ما بتتسرمقش، لان في ناس كتير جدا بتسرمقها، والاحسن والاشيك من وجهه نظري ان احنا ما نسرمقهاش عشان تبقى ماشيه مع الطرقه. ده طبعا في حاله ان ما يكون مفيش باب للطرقه يعني. تمام. الحاجه برضو التانية انا باكد عليها نفس الكلام، ان الشدادات كلها موجوده معانا في خراطيم الكهرباء يعني. تمام. ده حمام رئيسي انتهينا برضو منه. وزي ما انتم عارفين برضو العلب بتاعتنا بتبقى برضو مظبوطه معانا، في نهايه البلاطات يعني. تمام. كان اختيار الحمام ده موفق برضو. لسه عندنا في غرفه هنا ما اتسرمقتش. تمام. وبرضه بس اعمال الجبس البلدي خلصت فيها برضه، واعمال الكهرباء واعمال الاعمال اللي انتوا عارفينها كلها اللي اتصورت ونزلت، انما لسه برضه هنخش فيها سيراميك النهارده ان شاء الله. عندنا برضه الحمام اللي هو التاني. تمام. الحمام اللي هو ضيوف شغال زي ما انت خليك شغال. حمام اللي هو الماستر. تمام. حمام الماستر ده خلصنا منه الحمد لله زي ما انتم شايفين. برضو كان موفق، وعملنا الديكور بتاعه هناك في الوش، والديكور برضو في الحيطه الثانيه اللي قصاد. في برضو اعمال الجبس البلدي برضو في الحمام. جبس بلدي في الحمام مفيش فيه اي مشكله، بس اهم حاجه في موضوع النقاشه انك تعزله كويس، وانك تحط عليه العزل بتاعه الصح في اعمال النقاشه، وانساه مفيش فيه اي مشكله يعني. تمام. طبعا اللي خلصنا برضو من الحمام ده، واعمال الديكور في الظهر هنا، واعمال لسه هنا، ولسه شغالين في موضوع الارضيات بتاعته. طبعا احنا كده موجودين في غرفه الماستر. غرفه الماستر دي زي ما اكدت برضو في الفيديو اللي قبل كده، ان دول كانوا غرفتين، يعني الموضوع هنا كان غرفتين، بس عملنا حركه كويسه. العميل حاليا مش عايز يستخدم الاوضه دي، فاحنا قلنا له فكره برضو بالمساعده مع المهندسين المعماريين اللي معانا، قلنا له ان احنا ممكن نعمل لحضرتك زي ماستر كبيره. تمام. زي ما انتم شايفين كده نخلي فيه هنا ركنه زي ما انتم هتشوفوا ان شاء الله باذن الله في الفرش باذن الله. في هنا قعده ليفنج كبيره، وفي هنا شاشه التلفزيون المتحركه اللي احنا دايما بنعملها. ساعات بنعمل البارتيشن ده خشب، وساعات بنعمله جبسن بورد، وساعات بنعمله مباني زي ما انتم شايفين. بس مباني هنا افضل واحسن، عشان هو في يوم من الايام هيقفل الاوضه تاني ويرجعها تاني. ففي الحاله دي يبقى هو هيعمل الحته دي كده بس،
على قد الحرف ال الصغير ده وكتف للباب ده، ويفصل الأوضة دي عن الأوضة دي ويعملها بجبسن بورد مفيش فيها أي مشكلة. فعشان كده احنا حاسبنا ورجحنا ان ده يبقى مباني. وبرضه زي ما احنا عارفين ان احنا الشقه بتاعتنا هنا كلاسيكيه، لسه في اعمال بانوهات واعمال كلاسيك كلها، فلازم الكورنيش اللي موجوده في السقف دي تبقى موجوده، وبرضه تحت وفوق عشان تدي شكل مع بعضه يعني ان شاء الله باذن الله. ولما نعمل اعمال البانوهات برضه هوريها لكم ان شاء الله باذن الله. فزي ما انتم شايفين برضه اختيار السيراميك كان موفق جدا. تمام. وان شاء الله باذن الله استنوا نشوفوا المراحل الجايه تبقى عامله ازاي. وان شاء الله المرحله الجايه هتكون اعمال البانوهات هتركب، وبعد كده نقفل برضو بعض اعمال المصيص لسه ما خلصتش، وبعد كده ان شاء الله نخش على اعمال النقاشه والتشطيبات النهائيه بتاعتنا والتجاليد والابواب والشبابيك برضو ان شاء الله. استنوا نشوفوا نهايه الموقع تبقى عامله ازاي باذن الله. كان معكم مهندس عبد الرحمن بكر من مدينه المنصوره.